الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا والد له ولا ولد. سبحانه 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 رفع السماء بلا عمد. سبحانه بسط الأرض على ماء جمد. سبحانك يا رب العرش العظيم، سبحانك يا رب العرش الكريم، نصفك بصفات الكمال المطلقة، ننزهك عن كل نقص لا يليق بك، نركع في صلاتنا إعظاما لذاته العلية، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، نقر يا ربنا بأنك أنت الواحد الأحد. سبحانه 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 هو الأول بلا ابتداء، هو الآخر بلا انتهاء، هو الظاهر فما فوقه شيء، هو الباطن فما دونه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا ومصطفانا وحبيبنا وفلذة أكبادنا نبينا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن نزار ابن إلياس ابن معت ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. في هذا اليوم الأغر الطيب المبارك، وأمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، وتحت سقف بيت من بيوت ربنا، مرحبا بكم جميعا أحبتي في الله. هيا بنا نصول ونجول في هذه البوتقة النورانية من كلام رب البرية سبحانه وتعالى. قال جل ذكره في ثنايا وآخر آية في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. سمعناها والقارئ يقرأ في تلاوة الجمعة في الإذاعة، ولكن هل من وقفة؟ هل من تدبر لآي القرآن العظيم؟ هل نتدبر كلام الله كما نسمعه؟ يا سادة، هيا بنا ندور في بوتقة نورانية من كلام رب البرية. لما؟ ليعلو اليقين في قلبك بالله. لا خير فينا إن كنا نجامل في كتاب الله، لا خير فينا إن كنا نجامل في ديننا، فأكبر مصيبة ليست في المأكل ولا المشرب، بل أعظم المصائب التي كان يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه: المصيبة في دينك، في الدين. اليوم في هذا الزمن الخضم العرمرم المليء بالشهوات وبالشبهات وبالفتن والملذات والحرام، إلا من رحم رب البريات، عصر النفاق، عصر المجاملات، عصر ذو الوجهين. يقول لك يا عمي مشيها، خليك شاطر، مشي حالك، وربي تخدع نفسك أنت التي بين جنبيك. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اللهم ارفع الغفلة عن قلوبنا. كان سيد الورى محمد يرفع كلتا يديه ويقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في مأكلنا، لا مشربنا، لا
كان سيد الورى محمد وهو خير خلق الله يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ثم بعد ذلك الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هذا هو الأصل، المصيبة في الدين. ومن هو الذي يدعو؟ من هو الذي يدعو هذا الدعاء؟ أنا وأنت؟ لا، إنه سيد الورى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بي وبك أيها المسكين؟ فالأولى بنا نحن أن ندعو بهذا الدعاء. أعظم المصيبة في الدين. سمعنا القارئ الطاروط يقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في القراءات العشر المتواترة. وفي رواية حفص: بالمؤمنين رؤوف رحيم، على الهمز والقطع، لأن سيد الورى محمد هو أصل الرحمة بالمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، نحن الآن على مشرفة من ميلاد سيد الورى محمد. هيا بنا نرى الحب الحقيقي للنبي صلوات ربي وسلامه عليه في آخر هذه الآية من سورة التوبة، ثم نربطه بواقعنا المرير. نعم، بلا مجاملات، كما اتفقنا يذكر بعضنا بعضا بآي الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الرسول والنبي هو سيد الورى محمد، صاحب النسب الشريف، صاحب النسب العريق، الذي ذاق كل مرارة من أجلي وأجلك كي نكون مسلمين موحدين، فكان يلقى بالحجارة في سقيف بالطائف. لماذا وقد نزل إليه ملك الجبال قال: ائذن لي يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين. ومن ذهب للطائف وراء الأخشبين، جبلين عظيمين، لو سقط حجر من أحدهما لأهلك الطائف ومكة معها. ولكن الرحيم بأمته صلوات ربي وسلامه عليه وقد شجت رأسه الشريف قال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا هو نبي الرحمة، هذا هو نبي الإسلام. عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. يعني إيه حريص عليكم؟ يعني حينما تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لك الربا حرام، قل سمعا وطاعة وطأطئ رأسك لرسول الله. حينما تسمع أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال لك الرشوة حرام، فأطئ رأسك لرسول الله وقل سمعا وطاعة يا رسول الله. لما؟ لأنه حريص عليك، لا ينهاك عن شيء إلا بوحي من السماء، ولا يأمرك بشيء إلا بوحي من السماء. فهل يضرنا أوامر رسول الله؟ كلا وحاشاه. نعم، فحينما تسمع حريص عليكم، هي مش آية بتقرأ في المياتم والناس عمالة تطبل وتسقف وتهلل قدام الشيخ ومش فاهمين حاجة ولا الشيخ فاهم حاجة. وربي سيسأل عن هذه المهازل التي نراها في السردقات والمآتم. العبرة أن تنصت وتتدبر وتستمع. وإذا سمعت القرآن لا تصفق ولا تهلل، بل طبق واعمل. فمن شروط الإيمان، من شروط الإيمان، ركزوا يا خيار، العمل الصالح. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ربي: وأعز القول قول ربي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل. فمن شرط الإيمان العمل، ومن شرط الإيمان أن تصدق رسول الله. النهاردة يا أخوانا بكل صراحة من غير مجاملات، كثير من الناس إلا من رحم رب الناس يقول لك بحب رسول الله وبحتفل بالمولد. أنا مصدقك إنك بتحب رسول الله من قلبك، بس عملك فاسد. زي واحد يقول لك يا عمي أنا قلبي أبيض، مش بأذي الناس وبحب الناس بس مش بصلي. والله إنك كاذب، قلبك أسود، لأن الذي قلبه أبيض بيصلي، اللي قلبه أبيض بيسد المواريث، بدي إخواته الميراث. ويأتي آكل الميراث وما أدراك ما آكل الميراث. اذهبوا لتفسير سورة النساء. اللي قلبه أبيض مش باكل حرام، اللي قلبه أبيض وبيحب رسول الله فعلا كما يدعي بيطبق اللي الرسول قاله على قدر استطاعته. بس الحرام المحض، الحرام اللي هو 100% تبتعد عنه بالكلية. النهاردة للأسف يقول لك بحب رسول الله وبحتفل بالمولد بس باكل ربا وباكل رشوة ومش بيخلص. لو كان موظف في مؤسسة حكومية ما بيخلصش مصالح الناس إلا بكوباية شاي ولا علبة سجاير ولا فلوس رشوة تروح له على البيت. دي واقع مرير. يقول لك بحب رسول الله وهو أكل الميراث وظالم الناس وماشي في الظلم والافتراء بشطارته بالواسطة بالافتراء، عشان عارف المسؤول الفلاني، عشان عارف الضابط الفلاني. يا هذا وربي ستنام في كفن لوحدك، مش نفعك حد. كل يوم جنازات. الآن في هذا الزمن لا يمر يوم أو يومين إلا وتسمع ملك الموت يتخطف الأرواح. موت الفجأة، انتشر موت الفجأة ومش عاد بيستناك يبقى توصل 50 سنة. ده النهاردة شباب من أبنائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأقاربنا فجأة شاب في مقتبل العمر مات، كان بيشرب شاي. والله وأنا في مكة المكرمة تقريبا من 9 شهور أو 8 شهور يجلس معي رجل شاب وأولاده نشرب الشاي. والله كنا على الصباح فطرنا مع بعض، صحة وجسم وطول، لو رأيته لتقول ما هذا، سبحان الخلاق. بيشرب الشاي والله أمام عيني وهو يجلس بيشرب الشاي كده، نزل الكوباية كده ركن على جنبه كده. أين ذهبت روحه؟ نسأل الله حسن الخاتمة. فجأة أنت بتحلم، النبي حريص عليك. يوم أن تخرج من هنا الآن قل تبت إليك يا الله، أستغفرك وأتوب إليك يا الله. فكان حبيبك رسول الله كما في الحديث الوارد عند البخاري ومسلم من حديث الصحابي المزني وغيره قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية مسلم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. دي مين؟ دي رسول الإسلام. يبقى الأولى أنا وأنت وعيالي وعيالك وزوجتي وزوجتك وجاري وجارك وكل مسلم يستغفر الله ويتوب إليه ويقول في كل سجدة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اسأل ربنا بكده. هتموت فجأة، وموت الفجأة من علامات يوم القيامة. مش عندك طول الأمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. عباد الله، محبة الرسول هي أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول أن تبتعد عن الحرام. قال الله تعالى في الآية 7 في سورة الحشر قال ربي وأحق القول قول ربي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية نقلا عن الصحابي ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد، قال في تفسير هذه الآية: أي ائتمروا بأمر نبيكم مهما كان، وانتهوا عما نهاكم عنه نبيكم مهما كان، فإن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمركم إلا بخير ولا ينهاكم إلا عن شر. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. فبتحب النبي؟ طبق الآية دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. استمع لقول الحق واجعل القرآن يصل لنياط قلبك أيها المسلم. قال ربي في ثنايا سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. بتحب النبي؟ ابتعد عن الزنا، الزنا الذي انتشر، الله أكبر، بسبب هذا الهاتف، بسبب هذا الجوال، بسبب هذا الموبايل الذي في يد الصغير والكبير. نعم، ولذا كنت خطبت خطبة قديمة عام 97 في هربية، فنقلت كلاما لأحد المستشرقين الماسون، والحق ما شهد به الأعداء في بعض الأوقات. ركزوا معي ووحد الله بقلبك معي. هذا عام 97 كي تعلم أن أعداء الإسلام يخططون لهذه الساعة عشان يدمرك ودمرني، عشان يدمر ابنك وبنتك وابني وأنا وأنت. بإيه؟ فتنة عظيمة اسمها فتنة الشهوات، فتنة الشهوات، فتنة النساء. يا أخي في راجل بلاش الدين عنده غيرة، أبو جهل وأبو لهب صناديد قريش كان عندهم عادات وتقاليد أقرها الإسلام، أقرها الإسلام وأقرها رسول الإسلام. زي إيه؟ زي إكرام الضيف. كان العرب والكفار في الجاهلية يكرمون الضيف، فأتى الإسلام وأكرم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الحديث الصحيح. كانوا ينصرون المظلوم، وأتى الإسلام وأقر ذلك في الحديث المشهور: حق المسلم على المسلم 5. كانوا لا ينظرون إلى النساء. وانتوا عارفين المقولة المشهورة اللي أبو جهل قالها عمرو بن هشام عليه من الله ما يستحق، لما قالوا له اقتحم بيت محمد وادخل في الهجرة، قال انتوا عايزين العرب اتعاير أبو جهل وقريش إن هم اقتحموا بيت محمد وفي نساء وكان فيه علي بن أبي طالب. تخيلوا، دي من الغيرة. النهاردة تلاقي أستاذ محترم، أب فاضل، متربي على الحشمة، متربي على الغيرة، سايب بنته ومرته كاسية عارية في الشارع. والله لا تسأل عنها، لأن اللي قالها تسأل عنها مين؟ رسول الله محمد. نعم، ستأتي المرأة يوم القيامة وتأخذ معها 4، أبوها وأخوها وابنها وزوجها. كل واحدة تقول: ما أمرني بطاعة ولا صلاة ولا شيء، ما أمرني بالستر. يا أخي فين الغيرة؟ فين الستر؟ أنت كده بتحب الرسول؟ ارجع، مش هقول لك أنا حاجة، لسورة الأحزاب وشوف كيف كان زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمي وأمك عائشة وحفصة وميمونة وزينب أمهات المؤمنين، شوف كانوا بيطلعوا في الشارع ازاي، شوف كانوا بيمشوا في شوارع المدينة ازاي، شوف كانوا بيمشوا في مكة ازاي. ومن هم المحرمات علينا، أمي وأمك زوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى الأولى بيه وبيك تحشم بنتك، تلبس الحجاب، تستر. فأعظم فتنة فتنة الشهوات. أرجع للخطبة عام 97، نقلت كلاما لمستشرق اسمه اللورد زويمر. هذا الرجل معه مجموعة من أعداء الإسلام في أمريكا، عاملين معهد القومي للعرب لإضلال شباب العرب من 97. الكلام ده شوفوا فتح المعهد دي من امتى واحنا نايمين. فله كتاب ناقل فيه كلام يقول كلام خطير، ولكن الإنسان لازم ياخذ العبرة وتلاقيه واقع الآن. يقول: إذا أردنا أن ندمر المسلمين فلا حاجة لنا أن نخسر رصاصة أو مدفع أو طائرة، ولكن عندنا شيئين فقط نستطيع أن نبيد بهم المسلمون ما لا يفعله 1000 مدفع. يعني إيه الكلام ده؟ بدل ما نحاربهم بالسلاح، لا، احنا هنحاربهم في عقر ديارهم. فقال: ننحي الحجاب عن المرأة ونغطي به القرآن. ما تتكلمش في خطبة الجمعة لأن جمعتك هتفسد، تطلع بره في الشارع أحسن، لأن دي كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انت قاعد تنصت، ده اللي يمس الحصى بس لغى، ومن لغى فلا جمعة له. دي كلام مين؟ ده كلام رسول الله. فأخي الكريم، ثم قال: كأس خمر، كأس خمرة، وغانية عارية خليعة، ومرة عارية مغنية، نستطيع أن ندمر بهم المسلمون. تعال النهاردة خلي الشيخ بيوعظ، ولا في على التلفزيون مثلا أو في مقطع فيديو مثلا درس للشيخ الشعراوي، وشوف كم واحد هيسمع الناس دي. وتعال على راقصة ولا مغنية ولا فرح، شوف آلاف الناس. هتقول لي: يا عم الشيخ بتتكلم في ايه؟ انت فيك غريزة، انت فيك شهوة من الله. الشهوة اللي في جسمك دي علشان يدوم النسل، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، عشان التناسل لازم تحطها في مكانها. ولذلك في حديث خطير، حديث دي في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دعواته يقول: قولوا اللهم قني شر نفسي وشر منيي وشر منيي. نعم والله العظيم وتالله وبالله، اتصل بي راجل عجوز عنده تقريبا كده 61 سنة، بيقول لي: يا عم الشيخ أنا وقعت في جريمة الزنا، هل لي توبة؟ اللهم حصن فروجنا. الأمر مش سهل، ما أنت فيك غريزة. مش كنت تكبحها في الحلال وأنت بتتفرج كده على المقاطع الحرام؟ هتقع في الحرام غصب عنك لأنك ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. من القرآن اهي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فقال لك: غض بصرك وحصن فرجك. وأول حاجتين ستسأل عنهم اللسان، ما بين فكيه ولحييه وفخذيه، اللسان والفرج. وأول حاجتين الدود باكلهم، اسأل الأطباء، اللسان والفرج. يبقى أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حصن فرجك وغض بصرك وابتعد عن الحرام عشان مش تقع في الحرام، وبعد كده الندم مش هينفع والعاقبة وخيمة. إن كنت فعلا عايز تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن الحرام وابحث عن الحلال، ووكل أولادك الحلال. هكذا فعلا تكن محبا صادقا، محبا مطيعا لله ولرسوله. نعم يا عباد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذنوب كثيرة، والذنوب الصغيرة تولد الكبيرة، والشيطان حريص أن يوقعك في الذنب الصغير ثم الكبير ثم الكبيرة ثم الشرك، ثم بعد ذلك يقول لك الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من سائر كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، راقبوا ربكم وسارعوا في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها قولا وعملا، قولا وعملا. ما فيش مسلم مش بيصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سكرات الموت ويخرج ويصلي ويتهادى بين الرجلين. فلماذا يا مسلم لا تصلي؟ لماذا لا تصلي بالأسبوع؟ أرى من المسلمين من فرط في الصلاة ثم يدعي محبة رسول الله. أرى من المسلمين من يطوف بالقبور ويسأل غير العزيز الغفور. هذا الميت وهذا الولي لا ينفع إلا نفسه، فاسأل ربك سبحانه وتعالى. فلا تطلبوا المدد إلا من الله، هو الذي يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ استغفروا ربكم من الذنوب والمعاصي. كل واحد عارف نفسه على إيه، كل واحد فينا في ذنب قبيح بينه وبين الله، وقد ستره الله عن العالمين. فتجمل بستر الله عليك وعجل بالتوبة النصوحة وتب إلى الله، فإن ربي يقبل التوبة ويفرح بالتائب. ولكن التائب الذي يفعل الذنب ويتوب توبة صادقة ولا يستهزئ بربه. ومن شروط التوبة أن ترجع المظالم لأهلها. أي واحد له عندك فلوس، له عندك ميراث، له عندك شبر في الأرض، أي واحد له عندك مظلمة، خلصها هنا الأول. والله ما ينفعك ابنك ولا بنتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يفرج لنا الكروب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متشابها علينا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وفرج لنا الكروب واقض لنا الحاجات يا رب البريات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسحورا ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعل مصر أمنا أمانة، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا وادفع الغلاء والبلاء والهم والزنا والفواحش عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا جيشا وشرطة وقيادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا وخلقك سلمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وبارك لنا في زوجاتنا وذرياتنا. اللهم أصلح شبابنا وأصلح أبناءنا وأصلح بناتنا واستر نساءنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا سألناك طالبين ورجوناك غير مستنكفين، فاللهم تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين منا بالمحسنين، وأصلح قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم أخرج الحقد والحسد من قلوبنا، طهر لنا الصدور، طهر لنا القلوب، نور علينا القبور، ارحمنا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وإن كان من توفيق فمن ربي، وإن كان من خطأ أو سهو أو ذلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.